إليكم الآن من القلب وأقول بالحب أهالي سيوة يحيون تراثهم. فعلا هذه مقولة أقولها وأنا أثق فيها كثقتي بوقوفي أمام حضراتكم. فاجتماعنا اليوم في ختام هذا المؤتمر العظيم لنهاية مشروع سيوة طنجة من أجل تراث أفضل. بعض التحيات حملوني إياها مشايخ سيوة، أولها إلى جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، الجمعية التي لها الإحساس العالي دائما لمتطلبات أهالي واحد سيوة، وآخرهم رعايتها لهذا المشروع سيوة طنجة من أجل تراث أفضل الممول للاتحاد الأوروبي. فأكيد تأتي التحية الثانية إلى الاتحاد الأوروبي وجمعية كسبي الذين تفاعلوا معنا نحن أبناء الواحة، الذين فكرنا في حفظ تراثنا قبل أي مشروع. فكان المجتمع السيوي من كبير إلى صغير، من شاب إلى فتاة، وكل أطياف المجتمع السيوي على حفظ وحماية تراث سيوة الحضاري والطبيعي. فبهذا الحب تكونت اللجنة المرجعية التي من واجبها تحقيق ما جمعوه أولادنا وشبابنا من شباب وفتيات الذين وكلنا إليهم عملية جمع التراث من الإخباريين الأجداد والآباء الذين مدونا إمدادا طبيعيا بما يملكوه وبما يحتفظوه من تراث نفتخر به نحن جميعا أهالي سيوة، وموروث شعبي أصيل لنقدموه هدية للأحفاد والأبناء من الأجيال القادمة. فالتحيات والشكر لهيئات كثيرة، منها مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي في القاهرة وعلى رأسها الدكتور ياسر الشايب والباشمهندس محمد نائب المركز الذي شرفنا اليوم بحضوره، والأستاذ شريف. أهلا وسهلا بكم في واحد سيوة. شكر للدكتور منير نعمة الله على دعمه لنا في بناء هذا المركز العظيم. وطبعا البيت السيوي زي ما قال الاستاذ عبد الله باغي، انا من وجهه نظري ان هو بيت ولد بيت، بيت طلع بيت ثاني. البيت السيوي زي ما عرض الاستاذ عبد الله من تذكره ب50 قرش ومجانيه لطلاب سيوه، عرف ان يعمل وفرات في هذه المده التي ذكرها بان يوفر مبلغ معين. وانا اقول هذا الكلام ليعرف كل اطياف المجتمع السيوي ماذا يحدث. كون هذا المبلغ الذي رغبنا ان يبنى مركز لتوثيق التراث من خلاله، فتفضل المهندس رامز على لسان الدكتور منير بان بالمبلغ بتاعكم انا هبني المبنى حتى لو كلف الضعف، وده اللي حصل فعلا. المركز اللي ان شاء الله هتشرفونا بافتتاحه اخر هذا المؤتمر. تحيه للاستاذ يوسف مجيد الذي قابلناه اخيرا في ساقية الصاوي، الذي تطوع وبحب ايضا انه يعمل فيلم وثائقي عن المركز واحداث ما قبل افتتاح المركز ليعرضه على سيادتكم اليوم. وهذا مجهود شخصي من الاستاذ يوسف مكين والاستاذ صلاح قلادة بانهم يشاركونا بهذا الفيلم البسيط الرائع لتشاهدوه جميعا حول هذا المركز، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي واحد سيوة. فمشايخ سيوة يشكروا شكر خاص للشباب الذين جمعوا هذا التراث من شباب وفتيات وأبذلوا بحب وبتفاني كامل انهم يتواصلوا او يوصلوا لكل اخباري بالواقع، والاخباري معلوم لديكم جميعا اللي هم ابائنا واجدادنا كبار السن الذين يحملون لنا التراث لهذا الوقت الذي نحن فيه.
فيتواصل الشاب أو الفتاة إلى الرجل أو المرأة الكبير الذي يحمل في مكنونه هذا التراث العظيم ليجمعه لنا، ويأتي إلى اللجنة المرجعية التي تعمل في هذا المجال لتحقيقه واسترداده أيضا إلى اللجنة ليأخذ الخبرة الفنية من مركز الكالتنت ومن مراكز أخرى، ويقوموا بتوثيقه وحفظه بالصورة التي تشاهدونها إن شاء الله في محفل هذا المؤتمر الكريم. فشكرا لكل من ذكرتهم أو خالتني ذاكرتي على ذكرهم الذين ساهموا في إنشاء وعمل هذا الجهد العظيم هو مركز توثيق الحضاري والطبيعي بواحد سيوة، كالتنت سيوة. شكرا للجميع، شكر من مشايخ سيوة الذين يجلون لكم ويحترمون عملكم ويتمنوا منكم الاستدامة، لأن يعني ما عرضه سعد الله باغي في البيت السيوي يجعلنا أحرص بأن نكون لو بيت ولد بيت فنحن عايزين بيت يولد بيوت. جمعية أبناء سيوة الخدمات السياحية جمعية مؤهلة لهذا العمل، ونحن نعاهدكم جميعا ونعاهد الجمعية بأن نكون يعني حريصين على سدهم بكل ما نملك لاستدامة هذا العمل العظيم. شكرا لاستماعكم ولشرفنا حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.